وبعد ما قريت الحكايات اللي طلعت مش من زمن فات، لقيت في كل حكاية كنز. دوروا معايا على الكنز. حكايتنا النهاردة من قارة أمريكا الجنوبية، من دولة كولومبيا. كانت بتعيش هناك واحدة اسمها روز. روز كانت عايشة مع باباها، من اسمها عرفنا إن هي بتحب الورد. روز كانت بتصحى كل يوم تنظف البيت وتجهز الأكل لباباها. باباها كان راجل كبير في السن، راجل عجوز، وكانت بتهتم جدا إن هو ياخد الدواء بتاعه في ميعاده. كل يوم الساعة 3 روز بتحمص البن، وأول ما الساعة بتيجي 6 بتعمل أحلى فنجان قهوة لبابا. بتطلعه البلكونة علشان يشم هوا ويشوف الورد اللي هي زرعاه في البلكونة. في بلكونة روز كان في ورد كتير، وكان في ترابيزة عليها صينية نحاس لونها أحمر، وعليها سبرتاية قديمة، سبرتاية من أيام جدة روز، بتعمل عليها أحلى فنجان قهوة. السبرتاية كانت شعلتها ضعيفة. لما روز كانت بتعمل القهوة ريحة القهوة كانت بتبقى مالية الدنيا. بابا روز كان كل يوم بيقعد يحكي لها عن مغامراته لما كان قبطان ولف العالم. هو كان مريض بمرض اسمه الزهايمر. المرض ده بيخلي الواحد ينسى. كان بيحكي لها نفس القصة كل يوم، وروز بتسمعها وبصاله بفخر قد ايه هو تعب في حياته. لحد ما في يوم بابا روز قال لها: يا روز، انا حاسس ان انا خلاص ماشي من الدنيا. روز خافت وعيطت. قال لها: ما تعيطيش، ما تخافيش يا روز، انت مش هتبقي لوحدك. بعد ما توفى بابا روز كانت زعلانة قوي وحزين، بس اول ما الساعة تبقى 6 لازم تخش البلكونة وتعمل فنجان القهوة وتقعد تشرب القهوة وتفتكر بابا. جيران روز كانوا بيجوا عشان يواسوها عشان هي قاعدة لوحدها، وكانوا يقعدوا معاها ويشربوا معاها أحلى فنجان قهوة. لحد في يوم من الأيام واحد غريب ماشي في الشارع شم ريحة القهوة، ريحة مالية المكان. سأل الناس في الشارع: فين المحل اللي بيعمل القهوة؟ فين؟ قالوا له: شايف البلكونة اللي هناك دي اللي فيها الورد؟ قال لهم: اه. قالوا له: الست روز هي اللي عندها القهوة. وقال لها: انا غريب مش من هنا وعايز اشتري فنجان قهوة. قالت له: انا هعمل لك القهوة هدية. وفعلا عملت له احلى فنجان قهوة. الراجل شرب القهوة وقال: انا شربت قهوة من الخيال. شكرها جدا وقال لها: انا عايز اشتريها. قالت له: دي هدية مني. الراجل ده كان رحالة عالمي بيكتب مغامراته. كتب في كتابه وقال: وانا ماشي شميت ريحة القهوة. يا عشاق القهوة، انا شربت احلى فنجان قهوة طعمه من ورا الخيال، يسحرك ويوديك عالم الخيال. وكتب عنوان الست روز وقال: انا بشكرها على احلى فنجان قهوة. وبعد فترة كل يوم والتاني ناس تيجي تسأل على روز وتقول لها: عايزين نشرب قهوة. الناس عمالة تزيد، طوابير واقفة في الشارع مستنية تشرب فنجان قهوة. محافظ المدينة استغرب وقال: ايه السياح اللي جاية المدينة عندنا دول؟ كل الناس دي جاية الروز. راح لها بيتها وقال لها: قولي لي ايه السر؟ الناس دي جايه لك ليه؟ قالت له: انا كل يوم والتاني يجي لي ناس من كل العالم عايزين يشربوا فنجان القهوه. قال لها: انت بتعملي القهوه ازاي؟ قولي لي. قالت له: انا عندي سبرتايه قديمه بتاعت جدتي بعمل عليها القهوه. وعملت له فنجان قهوه. شرب القهوه وقال لها: دي احلى قهوه انا شربتها. فعلا الناس ليها حق ان هي تجيلك من كل العالم. وبيت روز بقى مزار سياحي بيجيله الناس من كل الدنيا علشان تشرب أحلى فنجان قهوة.